هلو هلو، النهارده مسلسلنا غير اي مسلسل. اتمنى قصه المسلسل انها تعجبكم، ويلا بينا بنبدا مع اطيب قلب في المسلسل، وهي لين الجميله وصديقتها يميان اللي بتكون بتعلق لوحه مكتوب فيها ان العمل بجد ل3 سنين بيساوي راحه مدى الحياه، وبتقصد هنا الثانويه العامه، وبتكون مسجله صوت المدرس الصعب بتاعهم. واول ما يميان بتسمع صوته بتترعب، وبيكون دفاخه عايزه العروسه ترعب بيه اصحابها، وبتسال في الوقت ده عن العريس المنتظر. فبيجي مجموعه شباب زي الورد، وبيكون القمر اللي في الوسط ده جي، وهو بيكون بطل المسلسل بتاعنا. وفجأة بيقفشهم الحارس وبيهربوا بسرعة، وبتبدأ لين انها تحكي انها محظوظة انها قابلت جي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وانهم دايما سوا في المصايب قبل الفرح. وبنرجع مع الكاميرا لفلاش باك 8 سنين ورا في مدرسة الثانوية، واللي بتكون لين ماسكة صورة جي وبتدور عليه، وبتروح تفاجئه بانها بتدور عليه، وبيقول لها هو انا اعرفك يا بنتي؟ فبيكون ردها انها عارفاه، فبتحضنه وهو بيكون مش فاهم اي حاجه. وبتروح الفصل والمدرسه بتطلب منها تعرف نفسها علشان اصدقائها يكونوا عارفينها، وبتقول في سرها ان سبب انتقالها للمدرسه دي هو جي، وانها لازم تكون افضل صديقه ليه. وبتطلب من المدرسه انها تقعد جنب جي، واللي بيحرجها قدام الفصل كله بيقول لها انا مش بحب حد يقعد جنبي، ولكنها بتكون رخمه وبتقعد جنبه بالعافيه، وبيكون مش طايقها نهائي. فبتعتذر منه علشان حضنته فجاه، لكنه مش بيحط كلامها في دماغه، وبيطلب منها قلمه اللي وقعه على الارض، وبينزل الاتنين في نفس الوقت علشان يجيبوا القلم، فبيخبطوا في بعض، فبيتضايق منها اكتر وبيكون عايز يتخلص منها باي طريقه. وبتفضل تمشي وراه في كل مكان بحجه ان الميس بتاعتهم قالت له انه يعرفها على المدرسه. وبتساله سؤال مفاجئ، هل يا ابني عندك اي مشاعر تجاهي؟ فبيكون هيتجنن، مشاعر ايه يا حاجه وانا لسه عارفك الصبح؟ وبيرن جرس الحصه وبيطلع يجري بسرعه، وهي بتجري وراه وبتكون مش قادره تحصله، والكتب بتقع منها. فبيرجع يساعدها وبيعرفها ان عندهم حصه الاستاذ شي، وده بقى يا سيدي بيكون عميد المدرسه ومدرس الرياضيات واصعب شخص واحن قلب هتشوفوه في المسلسل. وبسبب انهم دخلوا بعض الفصل بيديلهم مسائل، والاتنين بيحلوها ولكن بطرق مختلفه، وبيخلي الطلاب يسقفوا لهم علشان هم حلوها صح وعلى اساس انهم شاطرين بقى، ولكن الطرق بتاعتهم مش بتعجبه، فبيطردهم بره الفصل وبيعاقبهم الحصه كامله. وبتفضل تضايق فيه حتى وهم متعاقبين، وبتكون هتقع، فقالت انه ما ينفعش تقع لوحدها، تقوم جايبه جي من التيشيرت بتاعه وموقعاه معاها على الارض. فبيقول لها انا مش عارف اشكرك ازاي انك قلعتني التيشيرت مش حاجه تانية. وبيبان عليه انه عايز يتخلص منها باي شكل، ولكنها بتقول له احنا لسه صحاب صح؟ فبيشوف انها بنت رخمه جدا، وده لانه مش بيصاحب اي حد. فبتساله اخر ما بتزهق اعمل لك ايه يا عم ونكون اصحاب؟ فبيقول لها ان اوراق الشجر تطير للسما، وان النجوم تقع على الارض. والطلب الاخير بقى ان المدرس شي لابس باروكه لازم توقعها من على دماغه، وانها لو ما نفذتش الحاجات دي ما تحاولش حتى انها تتكلم معاه. وبيكون هو وصديقه بيتمشوا، فبيلاقوا بالونات بتطير في السما وفيها اوراق الشجر اللي هو قال عليها، وبيلاقي ان يونشي بتحقق اول شرط من شروط صداقتهم، وهي مبسوطه جدا، هو كمان بيكون مبسوط بس مش راضي يبين. وبيجي المدرس شي اللي بيخلي الكل يجري، فبينزل لها بسرعه وبتاخده وبتجري علشان توريله الشرط التاني، وبتجيب له بلوره مليانه نجوم، لكن هو مش بيعجبه ده وبيكون عايزها نجوم حقيقيه. فبتقول له ان فكره ان هم يكونوا اصحاب اهم عندها من انها تروح الجامعه. فلما بيسمع كده بيقبل بالشرط التاني، وبيعرفها ان كده باقي الشرط التالت واللي بيكون صعب جدا انها تحققه. وبتروح يميان تتعرف عليها وبيكونوا صداقه سوا، وبتعرفها ان جي اكتر شاب وسيم ومحبوب في المدرسه، وانه كمان من اوائل الفصل. فبتاخد رايها عن ازاي تقدر تشيل باروكه المدرس شي من على دماغه. فبتقول لها ان ده امر خطير وممكن يتسبب في طردها من المدرسه. وبيكون الطلاب عندهم نشاط تنظيف للمدرسه وبيعلقوا اللوح، وده لان عندهم زياره من الوزاره. وبتروح تطلب منه انه لازم يغير الشرط الثالث، وده لانه صعب تنفذه، وانها هتقوم بكل الوظائف بداله، وبكده يكونوا اصحاب. فبيكون مش راضي وبيجي علشان يعلق اللوحه، فبتساعده. وبتكون يميان بتجري ورا صاحبها وعايزه تبوظ الشوز بتاعه، فبيخبط في يون وبتكون هتقع، وعلشان ينقذها جي بيرمي اللوحه من ايده، واللي بتقع على دماغ السيرشي ووزير التعليم، والاتنين بيقع من على دماغهم البواريك بتاعتهم. وبكده تكون قدرت تحقق الشرط الثالث، بس هما بيستخبوا بسرعه، وده لان العقاب هيكون صعب جدا. فبيروح المدرس شي الفصل وبيسالهم مين عمل كده، والطلاب كلهم بيكونوا بيضحكوا عليه، وبيكون الكل هيتعاقب، لكن جي بيعترف على نفسه، ويونشي بتعترف على نفسها معاه علشان تكون شريكته في المصايب بقى. وبيكونوا ماسكين لوحه مكتوب عليها عمل بجد ل3 سنوات يساوي سعاده طول العمر. وبتساله هل كده انهم بقوا اصحاب
أصحاب رسمي، فبيعرفها إن هو من أول ما شافها وهو العقاب نازل يرف عليه، وإنه من الأحسن ما يكونوش أصحاب. فبتطلب منه إنها تعتذر منه قدام كل المدرسة، بس أصحابهم بيكونوا بيتنمروا عليهم، وإنهم أول حاجة عملوها لما شافوا بعض إنهم حضنوا بعض. فبيتضايق جدا وبيكون بيخنق دبان وشه، وبتفضل تهدي فيه وتقول له إن الشائعات بتتنسي مع الوقت، وإن ما يحطش في دماغه. ولكنه بيروح غرفة البث وبيعرفهم إن وقت النظافة ده ما هو إلا تضييع وقت للطلاب، وإن الشائعات اللي طلعت عليه دي ملهاش أي صلة من الحقيقة، وإنهم حتى مش أصحاب. وبيكسر قلبها قدام الناس كلها، ولكنها بتنده عليه وبتعتذر منه، وبتعرف المدرسة كلها إنها جابت له مشاكل كتير قوي من أول يوم شافوا فيه بعض، وإنها كانت مشتاقة ليه جدا، وإنها كانت دايما وفية ليه، وإنها كانت فاكرة إن ربنا هيمنعها تشوفه تاني، لكنه اداها فرصة تانية إنهم يتقابلوا. وبنعرف إنها بتتكلم عن أخوها اللي عمل حادثة وتوفى فيها، وإن عيلته اتبرعت بقلبه لجي، وبكده جي بيكون أخوها البيولوجي. وبيجري جي بسرعة يقفل الصوت لأنه كان فاكر إنها تعترف له بحبها، وده لأنه ما يعرفش موضوع نقل القلب. وبيروح البيت بيلاقي إنها هي اللي بتستقبله، وإنها كمان هتسكن معاه في نفس البيت، وده بناء على طلب أبوها وأمها، وإن دي مقابل خدمة هم قدموها لعيلتهم. فبيسأل والدته إيه هي الخدمة دي، فبتقول له مش مهم تعرف. وبتعرفه والدته إنه مسؤول عنها في البيت وفي المدرسة، وإن لو حصل معاها أي حاجة هتحمله المسؤولية كاملة. وبتروح والدته ترحب بيها، وبتطلب منها إنها ما تحسش إنها في بيت غريب، وبتسألها هو أنتي وجي مش متفاهمين؟ فبتعرفها إنهم لسه معرفوش بعض كويس. فبتبدأ إنها تساعدها وتقول لها إنه من بره حطب، بس من جواه طفل قلبه أبيض جدا وحساس. وبتطلب منها إنها لو احتاجت أي حاجة في أي وقت تكلمها على طول. وبتكتب مذكراتها لأخوها وبتعرفه إن جي صعب جدا وإنه مش زيه أبدا، ولكنها هتعمل أي حاجة وتكون صديقته، رغم إنها عارفة إنه بيكرهها وإنه كمان دايما مكشر في وشها. وتاني يوم بتدخل عليه الحمام بدون استئذان، وبيكون مش طايقها، لا وكمان بيضطر إنه يلبس التيشيرت بالشقلوب من زهقه وبيخرج. وكمان القروبة بيجيلها نفس إنها تتنمر عليه. وبيكون موجود في بدروم المدرسة والجو بيكون حواليه غريب جدا، وفجأة بتطلع لين من الدولاب وهي بتهدده إنهم لازم يكونوا أصحاب. فبيصحى من النوم مرعوب وبينزل علشان يشرب مية، فبيشوف خيال شبح في الإزاز ونبضات قلبه بتكون هتقف. فبتطلع لين في وشه وبيصرخوا هما الاتنين من الخضة، وبيجري عشان يفتح النور فبيلاقي إن هي اللي في وشه. فبيكون هيزعق لها، ولكنها بتعرفه إنها سمعت صوت وخافت فاستخبت هي كمان منه. وبيطلع لأوضته وهو بياخد أنفاسه بالعافية، وبيكون عايز يطلع عينيها. لكن تاني يوم في المدرسة بتكون في بنت بتبص للين بطريقة سخيفة وبنظرات مش مريحة أبدا، وكمان يميان بتاخد بالها منها وبتحذر لين. وبيكون جي بيسأل أصحابه مين يحب يشترك معاه في المشروع التمثيلي، فبتشترك معاه البنت المخيفة ين، وكمان يميان وشيانج ولين. وبيكون في اجتماع بيقروا السكريبت، وبتحاول ين إنها تاخد شخصية كرات الدم الحمراء، وده لأن ليه مشهد في آخر المسرحية بتحضن كرات الدم البيضاء، وكرات الدم البيضاء دي بتكون جي قروبة برضه، ولكنه بيحاول إنه يهرب منها وبيبعت كام نظرة كده لين إنها تنقذه. فبتقترح إن شيانج هو اللي يمثل دور كرات الدم الحمراء، وعلشان تنتقم ين منها بتروح تقول لها إن عندهم اجتماع في الميدان وإنها لازم تحضره. فبتصدقها لين وبتروح تستناهم، لكن مفيش أي حد بيجيلها. وبيكون جي في البيت وبتسأل والدته عنها، فبيعرفها إنها لسه ما رجعتش، فبتطلب منه إنه يدور عليها وما يرجعش غير بيها. وبتكون قاعدة بتلاقي قايب وضحكة جنان بيستخبى من الحراس، وكمان بيخليها تستخبى معاه. وبيكون متفاجئ من إنها بتسمع كلامه، وده لأن المدرسة كلها عارفة إنه مشاغب، ولكنها بتقوله لا فكك أنا مختلفة عن أي حد. وبيتصاحبوا على بعض وبيكملوا جري هما الاتنين لحد ما بيقدروا يهربوا من الحراس، وبيودعوا بعض وكل واحد بيروح في طريقه. وبتخرج لين من المدرسة بتلاقي جي في وشها، وبيزعق لها إنها إزاي تسمع كلام ين، وحتى إنها ما اتصلتش بيه تتأكد من كلامها. فبتعرفه إنها أخدت قرار إنها ما تضايقهوش تاني ولا تعمل له مشاكل. فبيبان إنه خايف عليها سيكا كده، وبيقول لها اخرسي وبطلي رغي، ودي بتكون كلمة أخوها. فبتطلب منه يكرر الجملة تاني لكنه بينفض لها، وبيقول لها احنا هنلعب بقى. وفي المدرسة بتقدر إنها تنتقم من ين، وبتحط لها بطة بتعمل أصوات غريبة في الدرج، وأول لما بتحط الكتب بتاعتها بتعمل أصوات والفصل كله بيضحك عليها. ولكن الانتقام الأكبر بيكون إنها حاطة لها حاجة تحت المقعد، وأول ما بتقعد بتطلع صوت غازات مريبة، وبيقول لها جي يا لئيمة. فبيكون ردها إنها ما بتسيبش حقها. وبيجي يوم المشروع التمثيلي وبتكون كل حاجة ماشية حلو جدا، لكن شيانج بيتعب وما بيقدرش يقوم بدوره. فلين بتقرر إنها تعمل هي الدور، وبيكونوا حلوين جدا مع بعض. وبتيجي آخر لقطة في المشهد وبتحضنه، والأول مرة بيكون مبسوط وبيضحك. وبعد المدرسة
فبيشكرها انها انقذت المشروع، وبيقرر انه يعزمها على المشروب المفضل ليها وهو الشاي بلبن. فبيروح يجيب لها كوبايه شاي منفصله عن كوبايه اللبن، وده علشان ما تتخنش، وكمان بيكون من غير سكر. فبتتضايق منه وبتديهم له تاني، فبيتضايق منها وبيمشي وبيسيبها. فحب كانت هتقع وبتحاول تمسك فيه، ولكنها بتقع وبتوقع معاه هدومه، وبيكون منظره زي كتكوت المبلول، وكمان هدومه بيكون مرسوم عليها رسومات ديزني. فبتموت لين على نفسها من الضحك، وبيروح البيت يلم كل هدومه علشان يتخلص منها، لكنه بيكون هيقع. فبتروح علشان تشده من ظهره وتنقذه، ولكنه بيقع ورجله بتتلوي. وبيروح المستشفى والدكتور بيعرفه ان مفيش اي حاجه في رجله وانه كويس جدا، لكنه بيمثل قدامها انه رجله اتضررت وانه لازم يرتاح. فبتعرفه انها هتفضل تخدمه لحد ما يخف، وبيفضل يستغل فيها في البيت والمدرسه لحد ما بيقطع نفسها. وبتكون قاعده في الشمس تاخد نفسها، بتلاقي كاي جاي بيديلها 3 ميداليات كسبهم في بطولات رياضيه، ولكنها مش بتقبلهم وبتكون متضايقه، وده لان عندها نشاط خارجي مهلك جدا. وبتروح هي واصحابها ليوم النشاط الخارجي، وانهم هيشيلوا الاعلانات اللي بتكون ملزوقه على الجدران وينظفوا الشارع منها. فبيمثل جي عليها انه تعبان وانه مش هيقدر يعمل اي حاجه بسبب رجله. فبتتقدر لوحدها يا عيني وبتفضل تشيل في الاعلانات. وبيجي وقت الغدا وبتكون تعبانه جدا، وبيكون الكل بياكل ما عدا هي. فبيهتم جي بيها وبيخليها تاكل غصب عنها. وبتكون يميان متضايقه منه جدا وانه مخلي صاحبتها تعمل كل حاجه لوحدها. في الوقت ده بتشوف اعلان عن قطه ضايعه، وبتقرر انها لازم ترجع القطه دي لصاحبه الاعلان، واللي بتكون ست عجوزه، والقطه دي هي الحاجه الوحيده اللي بتسليها. وبتفضل هي واصحابها يدوروا على القطه لحد ما بتلاقيها متعلقه فوق شجره مش عارفه تنزل. فبتطلع تجيبها وبيبان انها شجاعه جدا، وبتخطف قلب جي في الوقت ده. وبيلاحظ انها انجرحت في ايديها، فبيساعدها انها تنظف جرحها. وبتكون حزينه لانها عارفه ان القطه لما بتهرب من بيتها بيكون ميعاد موتها قرب، وانها مش عايزه تخلي اصحابها يزعلوا علشانها. بس هو مش بيصدقها وبيقول لها بطلي تخاريف. وبيروح يتاكد من كلامها وبيعرف انه صح، وبيروح علشان يعتذر لها. فبيلاقيها نايمه وبيغطيها وبيتامل في ملامحها. وبيروح يشيل كل الاعلانات الباقيه من الجدار وبيخليه نضيف جدا. وتاني يوم بتتفاجئ ان الجدار نضيف وان مفيش عليه اي اعلانات، بس بيجي واحد وبيبدا يلزق الاعلانات بتاعته، وبيكون متضايق جدا من اللي شال الاعلانات. فبتحاول انها تفهمه ان الاعلان في حاجه غلط، وانه ما ينفعش يعمل اعلان غلط لان كده هيتحول للمساءله القانونيه. لكن الراجل بيكون مصمم، فبتقول له بكل صراحه انت هتعلق الاعلان وانا هشيله تاني. وقتها الراجل بيتخانق معاها وبيكون هيضربها، فبيشدها جي وبيجروا بسرعه، وبينسى ان هو بيمثل ان رجله مصابه. ولما بيهربوا من الراجل بتكتشف انه كان بيخدعها وان كل ده مجرد تمثيل. فبتبدا انها تاخد منه موقف، وفي المدرسه بتقرر انها تنتقم منه بلعبه الثعلب المكار اللي بيقبض على الارنب. وبتفضل تتجاهل فيه وبتعامله ببرود، وبيحاول انه يضايقها علشان تتكلم معاه، بس هي بتكون ولا حياه لمن تنادي. وبتكون جايبه بيبسي وبيفتكر انها جايبهوله، لكنها بتكسفه وبتعرفه ان بتاع يميان. فبيخرج متضايق من الفصل وهو شبه الارنوب. وبيكون شيانج بيعلن عن مسابقه بطوله السله، ولين بتتحفز ليها قوي، وبتفضل تقول لهم انها هتكون فريق مشجع لفصلهم. بس يميان بتعرفها انها مش هتقدر تشجع حد لان مفيش فريق سله عندهم، وان كل سنه اللي بيفوز فئه الفن. فبتقرر انها تشجع اصحابها علشان يشتركوا، وانها كمان توزع عليهم هدايا. وبتفضل تتجاهل في جي وما بترضاش تديله من الهدايا دي، لحد ما شيانج بيعرفها ان جي افضل لاعب سله في الفصل وان الوحيد اللي ممكن يساعدها. فبيبدا يتغر في نفسه، ولكنها بتحرجه وبتقوله ما اظنش انك لاعب سله، شكلك مش شبه ابطال السله. فبيضحك الفصل كله عليه وبتمشي وبتسيبه. وبتروح لكاي تطلب منه انه يساعدها في تكوين فريق للسله، ولكنه بيرفض انه يسيب فريقه. وبعدها بيوصلها للبيت، وفي الطريق بتعرفه ان سبب شغفها بلعب السله هو اخوها، وانها كانت بتلعب دايما معاه. وبيكون جي مستنيها وجايب لها المشروب المفضل ليها علشان يصالحها، ولكنه بيتضايق لما بيشوفهم سوا وبيرميه. وتاني يوم في المدرسه بتلاقي ان جي كون فريق لكره السله، وانهم كمان بداوا يتدربوا سوا. وبيجي فريق الفنون يتخانق معاهم وان الملعب ده بتاعهم. فبيقرروا انهم يعملوا مباراه، واللي يفوز فيها هو اللي ياخد الملعب ويتدرب فيه. فبيلعب جي ضد كاي، وبيبان ان كاي حريف جدا فيها، والناس كلها بتكون بتشجعه. فبيروح لجي يقول له انسحب يا ابني شكلك هيبقى وحش، لكنه بياخد من ايده الكوره وبيبدا يلعب هو كمان، والناس بتنبهر بيه وبيكسب قدامه. وبيكونوا ماشيين، فبينده كاي على لين وبيقول لها انها لازم تحضر المباراه الجايه بتاعته، ولكنها بتحرجه وبتعرفه انها مديره الفريق المنافس وكمان رئيسه فريق المشجعين. وبتتكلم معاه بتناكه بتعجب جي قوي. وفي الفصل المس بتعرفهم انهم
انهم ممنوعين من المشاركة في فريق السلة، وانهم لازم يكون كل اهتمامهم للدراسة بس. فبعد الحصة بيتخانق شيانج مع واحد من الفريق المنافس، وكلهم بيروحوا لعميد المدرسة شي واللي بيكون والد شيان، وبيقدر ان يخليهم يصالحوا. ولما بتيجي المدرسة المسؤولة عن الفصل بتكون هتعاقبهم، لكنها بتلاقي انهم اتصالحوا، فبيبدأوا يتكلموا معاها انها لازم تخليهم يشتركوا في فريق السلة، وده لانهم لو عملوا عكس كده هيأثر على نفسيتهم، وكمان درجاتهم هتكون سيئة. وبيبدأ كل طالب يقنعها بشكل ما لحد ما بتوافق، وبتروح لين تعرف جي انها معجبة باللي عمله جدا، وبيبان انها قلقانة عليه جدا علشان قلبه، فبيقول لها احنا ممكن نكون اصحاب لو كسبنا الماتش ده. فبتكون مش مصدقة نفسها وفرحانة جدا من اللي بتسمعه، وبكده بتكون خطة الثعلب اللي هي عملتها نجحت. وبيبدأ كل فريق فيهم يقاتل للفوز، ولكن لين بتفاجئ فريقها بانها كونت فريق مشجعين وبيديهم حافز قوي، وبيكون اللعب ماشي كويس جدا لحد ما واحد في الفريق بيقع وبيتصاب، وبيكون الفرق بين الفريقين نقطة للفوز. فبتقرر لين انها تلعب مكانه، وان مفيش قانون بيمنع البنات من لعب السلة، وبتبدأ تلعب معاهم وبتمارس حيل اخوها في اللعب، وبتعرف تشتت الولد الطويل ده، وبترمي الكورة وبتحرز الهدف الاخير وبيكسب فريقها، وبيروحوا يحتفلوا بالفوز سوا وبيكونوا مبسوطين. وبتبدأ صداقة جديدة مش بس بين لين وجي، لا بين مجموعة كبيرة من الاصحاب، وبيفضلوا يلعبوا وبيكونوا منسجمين مع بعض جدا لحد ما بيفضل جي ولين لوحدهم. وبيسألها على الرغم من انك فراشة اجتماعية اشمعنى انا اللي عايزاه اكون صديقك، فبتعرفه ان هو شبه صديق ليها، وانه بيشبهه في حاجات كتير، منها انه بيبان ان هو شخص صعب ولكنه من جواه شخص بسيط جدا، وانه مشترك كمان معاه في التفوق وحب لعبة كرة السلة. وبتعرفه انها وقعت في غرامه بس بهزار طبعا، لكنه بيكون مبسوط ومزقطط من الفرحة لحد ما بيعرف انها كانت بتنتقم منه الايام اللي فاتت، وقدرت انها تعمل اللي في دماغها وانهم يكونوا اصحاب. وبتبدأ الدنيا تمطر وبيجروا بسرعة يروحوا، وبتكون اول مرة تركب وراه على العجلة، وبيكون ماشي بسرعة علشان تحضنه. نمس مش سهل برضه، والاتنين بيكونوا مبسوطين جدا انهم قربوا من بعض. وفي البيت بيبدأوا يكونوا اصحاب حلوين قوي، وبيفضلوا يهزروا ويهتموا ببعض. وتاني يوم بتبان بنت حلوة قوي وبتدي لجي كتاب عن البرمجيات، وبيكون مبسوط قوي من الهدية بتاعتها. وهنا بتقرر لين انها لازم تفرح قلب اخوها، فبتروح تطلب من يميان انها تسجل اسمه في الاذاعة علشان تقدر انها تقربه من البنت الجميلة سونج، وانهم يقضوا وقت اكبر مع بعض. فبتسألها ليه بتعمل كل ده، بتعرفها ان اخوها اتبرع له بقلبه وهو يعتبر اخوها البيولوجي، وانها عايزاه تخليه سعيد باي طريقة. وبتخرج مع كاي وبتطلب منه ان لازم يساعدها تقرب سونج من جي، ولكنه بيعرفها ان النهارده عيد ميلاده وان مفيش حد فاكر من اصحابه. فبتروح تجيب له تورتيه حلوه قوي وبيحتفلوا مع بعض بعيد ميلاده، وده بيخليه هو كمان يعجب بيها وقلبه يرق اكتر ليها. وبيروح علشان يوصلها للبيت، وبيكون جي مستنيها، واول ما بيشوفهم بيتضايق جدا وبيروح يستناها في الضلمه وبيخضها، وبيسالها ايه اللي قارك بره. فبتعرفه انها كانت بتحقق له السعاده، فبيقول لها اظن اني مش هكون مبسوط مع كاي يعني. فبتقول له شوف بقى يا عم، طالما شفتنا يبقى لازم اقول لك على اللي حصل، انا قدرت اجيب لك كل المعلومات عن سونج. وبتبدا تشرح له قد ايه انها جميله ومتفوقه وذكيه، لكنه بيعرفها انه مش مهتم بيها. فبتفاجئ انها سجلت اسمه معاها في قائمه الاذاعه. وتاني يوم في المدرسه بتكتشف ان شيانج سجل اسمها هي كمان معاهم في الاذاعه، وبتروح تطلب يميان من كل فريق انه يسجل فيديو ويرفعه على صفحه المدرسه، والفيديو اللي هيجيب اصوات اكتر هو ده الفريق اللي هيفوز. وبيروحوا يجتمعوا سوا، وبيعرف جين ان سونج عندها مسابقه وانهم مش هيقدروا يحضروا للنص سوا، وكمان كاي بيكون عنده ماتش ومش هيعرف يحضر للنص معاها. فجي بيكون فرحان قوي، وده لانهم هيكتبوا النص سوا. وبتعرفوا انها هتساعده تكتب معاه التقديمه الاذاعيه، تفضل تكتب في مقدمات لكن ولا واحده منها بتعجبه. وبيقرر انه يوصلها للمدرسه معاه، ومش بيكون فارق معاه ان اصحابه يعرفوا انهم ساكنين مع بعض او لا. وفي الطريق بتكون فرحانه قوي لانها راكبه وراه، وبتبدا تكلموا عنه هو وسونج وانهم هيكونوا الفريق المثالي، ولكنه بيتضايق وبيقول لها وليه ما تكونيش انت وكاي، وغير كده انتوا مشهورين جدا في المدرسه. فبتقول له ما اعتقدش. وبتوصل للمدرسه ويميان بتعرفها انها وكاي كسبوا المسابقه واخدوا اعلى نسبه تصويت، لكن بذكائها بتعرف ان النتيجه دي مزوره، وبيكونوا اصحاب كاي هم اللي زوروا النتيجه علشان ياخدوا اعلى تصويت. ولكنها هي وكاي بيتنازلوا لجي وسونج عن المسابقه. وبتكون بتتغدى مع كاي وبيشوفها جي واصحابه وبيبدا يغير عليها، وهم كمان بيكونوا منسجمين جدا مع بعض. والراجل
يعني هيموت. وبيجي الاحتفال وبيبدأوا يقدموا العرض، وبتكون لين مبهورة جدا بيهم، ولكن جي بيفاجئها وبيقول المقدمة اللي هي كاتباها، فبتفرح قوي انه مهتم بيها. وبيسألها كاي انت ليه مبهورة كده بيهم؟ فبتقول ان شكلهم حلو قوي تحت الاضواء. وبعد الاحتفال بيعمل كاي مفاجأة لين وبيخلي اصحابه يثبتوا عليها الاضواء، وبيبدأ يقول فيها شعر، وبيكون لسه هيعترف لها بحبه، لكن المدرس شي بيجي والكل بيجري، وبيروح جي ياخدها من وسط الناس وبيجري بسرعة معاها. وبتروح لين تعتذر لكاي انها رفضته وانهم من الاحسن انهم يفضلوا اصحاب. وبتروح تعمل حوار مع جي وكاي، وكل لما تسأل واحد فيهم سؤال الاجابة بتكون معاكسة ليها، لحد ما بيزهق جي وبياخد ورقة الاسئلة وبيمشي. وبيكون عندها مهمة تانية وانها تصور جي وسونج علشان صور المهرجان، وبيخرجوا وبتبدأ تصورهم سوا، بس جي بيكون متوتر فبتروح له علشان تظبط الكادر الوقفة بتاعته، وهو بيكون سرحان فيها وبيقع في حبها اكتر واكتر. وبتتصل لين بكاي علشان يخرجوا سوا ويروحوا بيت الرعب، وبتطلب من صاحب اللعبة انه يديهم اللعبة اللي فيها رعب قوي، ويدي لجي لعبة فيها ذكاء علشان خايفة انه قلبه يتضرر. واثناء اللعبة بيسمعوا صوت لين وكاي وهما مستمتعين بيها جدا، وبيدوس سونج على زرار في الباب بيخلي ان جي يروح مكان كاي، فبيتضايق كاي وسونج وبينسحبوا من المسابقة وبيفضلوا يتفرجوا عليهم. وبيفضل جي ولين يلعبوا لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا للرقم السري، ومع ذلك بيطلع لهم اشباح، وبتكون لين خايفة جدا وبتحضنه، وهو كمان بيكون بيحميها لحد ما بيقدروا انهم يكسبوا اللعبة. وبتكون في البيت قلقانة عليه انه اتأخر، وبتكون بتتفرج على الصور وبتجرب الكاميرا، وبيدخل فجأة وبتصوره وبتتحرك جدا، وبتكون هي كمان غيرانة قوي عليه، وبتقول يعني انت ما تأخرتش مع سونج؟ فبيكون رده انت اللي باين عليكي ما اكلتيش مع كاي كويس. فبتفهمه انها اكلت معاه كتير جدا وانها كمان جابت له اكل. وبيروحوا اصحابهم لبيتهم وبيفاجئوهم انهم عرفوا انهم ساكنين سوا، فبيدافع جي عنها وبيعرفهم انه قرايب وانهم فعلا ساكنين مع بعض. ولكن اصحابهم بيضايقوا فيهم وبيسالوهم انتوا بتحبوا بعض؟ طب انتوا مخطوبين من وانتوا صغيرين؟ وبيكونوا محرجين جدا ومش عارفين يردوا، لحد ما شيانج بيغير الموضوع وبيخلي يميان تجري وراه. وبتروح سونج تطلب من لين انها تقنع جي يقضي معاها يوم راس السنه، وان في اليوم ده هتكون اخر حفله رقص باليه ليها، وانها هتسافر بعدها، وانه كمان رافض يخرج معاها لانه وعد لين انه هيقضي معاها اليوم. فبتروح لين تطلب منه انه يقضي اليوم معاها، لكنه بيرفض وبيعرفها انه اتحجج بيها ومش عايز يخرج معاها، وانه اساسا مشغول يوم راس السنه. وبتطلب المدرسه من جاي انه يرسم لوحه النشاط الفني لاخر السنه، وبيكون مفيش حد راضي يساعده، ولكن ليل بتقرر انها تساعده. وبتروح الفصل عند كاي تشوف اللوحه بتاعتهم اللي بيكسبوا بيها كل سنه، فبتلاقي انها قطعه فنيه مذهله، وبتعرف انها هتخسر، وبتكون متفقه مع جي انهم لو كسبوا هيخرج مع سونج في راس السنه. وبعد المدرسه بتلاقي كاي مستنيها وعايز يوصلها للبيت، وبتلاقي جي بيقول لها انهم هيروحوا سوا، وبتكون خناقه بين الاتنين. فبتاخد لين عجله جي وبتركبه ورا كاي لحد لما بيوصلوا للبيت. وتاني يوم بتروح المدرسه من بدري جدا، وبيروح جي علشان يشوفها بيلاقي انها نايمه والالوان ماليه وشها، فبيفضل يتغزل فيها وبيبان عليه انه واقع في حبها. وبيجي لها فكره رسمه اللوحه بالوان الفوسفور، وانها اول ما طفي النور الالوان تضيء بشكل حلو قوي. وبتقول له احنا كده اكيد هنفوز بالمركز الاول. فبيكون رده انها هتبيعه لو فازوا بالمركز الاول، وبيسالها هل انت زعلانه دلوقتي؟ فبتقول له اطلاقا، انا بديلك فرصه حياتك علشان تكون سعيد. وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين بالرسمه جدا وبيكسبوا المركز الاول، بعد ما بيكون كاي مسح رسمتهم في الفصل علشان هي تكسب. وبتكون متضايقه جدا لانه هيروح يقضي اليوم مع سونج، لا وكمان بياخدها معاه يشتري لها هديه. فبتختار هديه مش بتعجبه وبيقول لها انها طفوليه ومش حلوه، فبتزعل وبتخرج وتستناه قدام المحل. وبيشتري بوكيه ورد وبيروح يقابل سونج، وبيتفاجئ من انها كذبت وان مفيش عندها حفله، وان كل همها ان هم يخرجوا سوا. وبتكون هتعترف له بحبه ليها، ولكنه بيفهمها انهم مجرد اصحاب وان مفيش اي مشاعر في قلبه ليها، وان الذكريات اللي بينهم وهم صغيرين مجرد مشاعر طفوله. وبيسيبها وبيمشي. وبتكون لين في الكافيه لوحدها وبتلاقي التلج بينزل لاول مره، فبتبدا انها تتمنى الامنيات لاهلها والجي، ولكنها بتتفاجئ بيه وراها بيهنيها بالسنه الجديده، وكمان بيديلها الوشاح اللي كان عاجبها هديه، وبياخدها
بيخرجوا بسرعة في التلج، وبيبان عليه انه بيكون مش قادر ياخد نفسه من كتر ما فضل يجري يدور عليها في الشوارع، وده علشان يحقق لها اللي نفسها فيه، وانها تتمنى معجزتها مع نزول اول تلج في الشتاء. وبتتصاب بالحمى وبيفضل جي يهتم بيها ويراعيها لحد ما بتفوق وبتسترد صحتها. وبتحكي لجي عن حلمها واللي بيكون اثره باين على ايده، وانها من فرحتها بالحلم خربشت ايديه، وبتروح تطمن عليه وهو نايم لانه بيكون اتعدى منها، وبتسمع ضربات قلبه. وبيصحى في الوقت ده فبتتلخفن وبتكون مش عارفه تتصرف، وهو بيكون مبسوط. وبيكونوا رايحين للمدرسه وبيقول لها انت تخنتي يا حاجه ولا ايه، مش قادره اسوق. فبيكون ردها انها ما اشتكتش لما كان عامل عليها تمثيليه ان رجله مجزوعه، وكمان كانت بتعمل الواجبات المنزليه مكانه، وهو ما كانش عنده رحمه. لكنه بيقول لها لو انا مش رحيم تفتكري مين اللي شال كل الاعلانات من على الحيطه مكانك. وبتعرف ان هو وبتفرح جدا لانه مهتم بيها. وبتلاقي اصحابها مجمعين لها المحاضرات علشان امتحانات نص السنه قربت، وبيبدا كل واحد فيهم يساعدها في الماده اللي هو شاطر فيها، ولكنها بتكون اذكى منهم وفاهمه كل اللي بيشرحوه. فبتطلب من جن هو اللي يدرسها، وده لانها ما بتثقش غير فيه. وبيجي يوم النتيجه وبتطلع التانية على الفصل، والاول بيكون جي طبعا. وبيروحوا يخرجوا مع بعض يقضوا اول يوم في الاجازه سوا، وبيكونوا كلهم مبسوطين انهم قدروا يكونوا شله واحده. وبتصدمهم لين انها ترجع قريتها علشان اهلها وحشوها جدا. وبيبدا يبان على جي الزعل، وبيفضلوا يتمشوا للبيت. وبيقترح عليها انهم يلعبوا بالحجر في الميه، ولكنها بتكون حريفه فيه، ومن حرفانتها بترمي موبايلها مع الحجر في الميه وبتكون هتنزل تجيبه، لكن جي بيجري وبتفضل تجري وراه. وبيفضل طول الطريق يسالها هو انا كده مش هقدر اكلمك طول الاجازه؟ فبتكون مستغربه من كلامه ليها. وبيبدا يستعبط ويقول لها علشان يعني لو وقف قدامي حاجه في الاعمال المنزليه هتكلميني ازاي بقى يا شاطره وانت ضيعتي موبايلك؟ فبتعرفوا انها هتتصل بيه. وبيرجع يفكر تاني طيب هو انت حافظه الرقم بتاعي؟ ممكن تقولي كده. فبتلاقي نفسها بتحضنه وهو بيكون مبسوط وبيحضنها هو كمان. وبيفصل اللحظه الرومانسيه دي بانها ممكن تقول الرقم بتاعه تاني علشان يتاكد من انها حافظاه. فبتبدا انها تقول له الرقم، ولكنه بيلاقي انها حافظاه، فبيطلب منها انه يوصلها لمحطه الاتوبيس وبتوافق. وبيكونوا الاتنين خجلانين جدا. ولما بيوصلوا للبيت بيلاقوا سونج مستنياهم، وبتبدا تعتذر له عن كسبها يوم راس السنه. وبتعرفوا ان اخو لين اتبرع لاخوه الصغير بقلبه. فبيبدا يفتكر كل المواقف اللي بينهم وبيربط الاحداث ببعضها، وبيفهم ليه لين كانت مهتميه بيه كده. وبتكمل كلامها انها عارفه انها مش من نوعيه البنات اللي بيحب يصاحبهم، وانه دايما بيحب الناس الهاديه. في الوقت ده بتيجي لين وبتسمع باقي الكلام، وانها فعلا مش من النوع اللي بيحب يصاحبه، وانه كمان مش بيحبها. فبتتضايق من الكلام جدا وبتطلع تحضر شنطتها. وبتفضل طول الليل تبكي انه مش بيحبها. وبيصحى الصبح يسال والدته عنها وبتعرف انها مشت. فبيجري علشان يلحقها وبياخد من قاي الموتوسيكل بتاعه علشان يلحقها، لكنه مش بيلحقها والباص بيمشي من جنبه من غير ما يشوفها. وبكده بيخلص جزء المسلسل الاول. اتمنى انه يعجبكم. لايكات كتير بقى للفيديو علشان الجزء الثاني ينزل بسرعه. سلام.